الاقتصاد بينهار والناس مش لاقيه تاكل في المانيا. تعالوا نشوف حقيقه الموضوع ده ايه. الفترة اللي فاتت كان في فيديوهات لناس كتير بتتكلم انها سابت المانيا او انها بتخطط انها تسيب المانيا، وده لاسباب اقتصادية واجتماعية واسباب تانية هنتكلم عليها. ايه يا ترى مدى صحة الكلام ده وايه تأثيره على حد عايش في المانيا او بيخطط ان هو ينقل المانيا قريب؟ الحقيقة ان مثلا نمو الاقتصاد الالماني في 2023 كان ناقص 3%، وده طبعا اكيد بسبب الكورونا والاحداث بتاعه الكورونا. كمان في 2024 تقريبا تحسن شوية، وصل تقريبا 0%، لكن في 2025 رجع النمو انكمش تاني في المانيا ووصل لناقص نص في المية. مش ده بس السبب الوحيد، لكن شركات كتير كمان بتعلن افلاسها. من اول سنه 2023 17874 شركه اشهرت افلاسها، وده بزياده 22% عن سنه 2022، واعتقد ده كان بسبب الكورونا والاحداث اللي حواليها واحداث الحرب كمان. لكن في 2024 استمر العدد في الزياده، عدد الشركات اللي بتقفل وتفلس، ووصلنا لحد 20,000 شركه في سنه 2024، وسنه 25 زاد كمان الرقم ده ل 22,500 شركة. وطبعا الشركات دي كلها بتقفل وبتسرح ناس، وده طبعا عمل ريفليكشن على نسبة البطالة العالية اللي موجودة دلوقتي، اللي هي وصلت لأكتر من 3.2 مليون شخص في ألمانيا عاطل عن العمل. جزء كبير من الاقتصاد الألماني هو شركات صناعة العربيات والصناعات المغذية ليها. والحقيقه في سنه 23 و24 كان في تسريح لعمال كتير في قطاع السيارات ومستلزمات الانتاج بتاعت السيارات. يعني مثلا شركه كونتيننتال تقريبا سرحت 17,000 عامل، مش كلهم في المانيا بس جزء كبير منهم في المانيا. كمان شركه زد اف اللي هي بتاعت قطع الغيار سرحت تقريبا 20,000 عامل. وفاوفي او فولكس فاجن في 2025 قالت انها او اعلنت انها هتقفل 3 مصانع، وانها تقريبا محتاجه تسرح حوالي 30,000 عامل. فطبعا التسريحات دي كلها دي ناس قاعده مستنيه شغل وبتدور على شغل زيها زي اي حد تاني. والقصه بقى ان هو بقى في شغيله كتير لكن مفيش شغل موجود في الماركت. مش بس قطاع صناعه السيارات اللي متاثر في المانيا، لكن قطاعات تانية كتير. الاي تي مثلا، سوق الاي تي وحش جدا، انا بشتغل اصلا يعني في الاي تي، السوق فعلا وحش جدا. كمان سوق السياحه، يعني مثلا في واحده من اكبر شركات الاوتيلات في اوروبا اسمها ريفو اعلنت افلاسها مثلا في اول 2026 في الشهر ده، باكتر من 250 اوتيل حوالين اوروبا كلها، وده رقم كبير وتسريح كبير جدا للعمال. من الحاجات برضو اللي أثرت على قرارات الناس في أنها تمشي من ألمانيا أو أنها تفكر تمشي من ألمانيا هو التضخم ونسبة التضخم العالية. الحقيقة في 2023 كانت نسبة التضخم 5.2، ودي نسبة كبيرة جدا بالنسبة للسنين اللي قبليها طبعا. وبعدين في سنة 2024 كان التضخم تقريبا 2.2، وكمان في 2025 نفس الشيء. هي الفكرة إن الناس عايشة في هنا بقالها فترة، تقدر تلاحظ وتقدر تقول زي مثلا ما كان جدي وجدك بيقول زمان كان كيلو اللحمه مش عارف بكام، هو تقريبا احنا وصلنا للموضوع كده شبه كده دلوقتي. فعلا في حاجات كتير ثمنها اتضرب في 3، وحاجات ثمنها اتضرب في 2، وده بيأثر لان المرتبات ما بتتضربش في 2 وفي 3. هتلاقي رأي تاني بيقول لك لا الدنيا مش سودة قوي كده. هو صحيح الدنيا مش سودة قوي كده، او يعني اقصد ان الدنيا مش سودة كده في المانيا بس، هي الدنيا سودة تقريبا في كل حته تانية. لكن المانيا اقتصادها والحاله اللي هي فيها بعد الكورونا، غالبا الفلوس اللي اتصرفت كتير في الكورونا بقت مأثره فعلا على السوق. وناس كتير مثلا جت ريسنتلي وعلى فيزا البحث عن عمل مثلا، وقعدت تدور على شغل ومش لاقيه شغل، وبتعمل انترفيوهات ومقابلات لكن ما بتتقبلش، لان غالبا الشغلانات اللي في السوق اقل بكتير من الناس اللي موجوده، يعني العرض والطلب. الفكره بقى دلوقتي بالذات للناس اللي هي بتقدم على فيزا البحث عن عمل او عايزه تيجي المانيا عموما، تنقل المانيا، انا شايف ان القرار ده دلوقتي فيه ريسك كبير ان انت تحط الفلوس وتعمل بلوكت اكاونت وتيجي تقعد هنا وتصرف فلوسك وانت في ضغط كبير ان انت بتحاول تدور على شغل، وعمال بيجي لك ريجكشنز ان انت بتعمل انترفيوهات كتير بس محدش بيقبلك. وده السبب لان هو في ناس كتير بتدور على شغل في السوق، والشغل فعلا مفهوش والسوق فعلا مفهوش
شغل على قد الناس اللي موجوده. يعني عرض وطلب وفعلا في مشكله. فانا رايي ان انت لا، خليك عندك، ركز، اعمل انفست في نفسك، شوف حسن اللغه بتاعتك. لان مثلا قريب جدا انا كنت ببص على شغلانات في السوق، انا اول مره اشوف من ساعه ما نقلت المانيا شغلانات بتطلب الماني C1 C2 في الاي تي. يعني ده مش دكتور ولا صيدلي او دكتور عيون ولا حاجه زي كده عشان يطلبوا الرقم ده، او يعني يطلبوا الليفل ده من الالماني. فانفست في نفسك، احسن ان انت في هاي ريسك ان انت تحط فلوسك. حاول تنفست في نفسك، وحاول ان انت تيجي على المانيا على شغل على طول. يعني لازم تدور على شغل من وانت في مكانك لحد ما الدنيا تتحسن، او الله أعلم.